السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بأحوال الطقس في الجزائر اليوم غد الأحد 9 فبراير 2025 والأيام المقبلة بحول الله. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا. توقعات من يوم غد الأحد إلى غاية يوم السبت 22 فبراير 2025. إذا نستهل هذه النشرة بأحوال الطقس المرتقبة ليوم غد الأحد 9 فبراير 2025. نتوقع بحول الله طقس صافي ومستقر على كافة مناطقنا الشمالية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة ليلا، مع تشكل الصقيع وارد جدا خاصة على المرتفعات. وهذا الاستقرار سوف يستمر إلى غاية يوم الأربعاء 12 فبراير 2025. لكن بداية من يوم الخميس 13 فبراير 2025 نتوقع بحول الله قدوم اضطراب جوي يخص المناطق الشمالية بأمطار إن شاء الله. وهذا الاضطراب سوف يستمر إلى غاية يوم الجمعة 14 فبراير 2025، خاصة على المناطق الوسطى والشرقية الساحلية والقرب منها، والله أعلم. ثم تتحسن الأجواء مساء يوم الجمعة. بالنسبة ليوم السبت 15 فبراير 2025 الطقس سوف يكون صافي ومستقر على كافة مناطقنا الشمالية والجنوبية، لكن استقرار مؤقت. حسب آخر تحديثات النموذج الأوروبي للطقس يتوقع قدوم اضطراب جوي نشيط يخص كل المناطق الشمالية من الغرب إلى الشرق بأمطار غزيرة وأيضا ثلوج على المرتفعات العالية، وهذا بداية من يوم الأحد 16 فبراير 2025 ويستمر إلى غاية يوم الاثنين 17 فبراير 2025، والله أعلم. بالنسبة للفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 إلى غاية يوم السبت 22 فبراير 2025 حسب آخر تحديثات النموذج الأوروبي يتوقع قدوم سلسلة من الاضطرابات الجوية إلى الجزائر، أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات، لكن المدة لازالت بعيدة، يمكن أن تتغير سواء للأحسن أو للأسوأ. نسأل الله الثبات ويعم الخير على بلادنا. عند اقتراب المدة سوف تتضح أكثر وسوف نوافيكم بكل التفاصيل في فيديوهاتنا القادمة إن شاء الله. هذا كله والله أعلم. إذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.